بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حلوين. جربتوا كده تعملوا اللحمه بمعلقه سمنه؟ تعالوا كده النهارده نجرب كده نعمل شويه شوربه صح الصح. شويه شوربه جامدين جدا بحته سمنه صغيره كده زي ما انتم شايفين، مش هنكتر. وصفة النهاردة دي حلوين، لو عملتوا بيها لحمة نص كيلو حتى لو ربع كيلو هتطلع معاكم شوية شوربة، حاجة جامدة جدا. شوفوا يا حلوين، ده حوالي نص كيلو لحمة، انا غسلته ونضفته وحطيت زي ما انتوا شفتوا كده معلقة اقل من معلقة سمنة. جهزنا جزرية وطماطمية وبصلاية وورق لورا وثلاث حبات حبهان. تمام يا حلوين، دول على نص كيلو لحمه. هنحط معلقه السمنه كده زي ما انتوا شفتوا، اول ما هتسخن بس هننزل باللحمه، هتديكوا شويه شوربه، حاجه كده جامده جدا. هنعمل ايه بقى يا حلوين؟ هننزل باللحمه وهنقعد نقلب كده لغايه ما تديلنا ايه درجه كده، حاجه طعمه كده نظبط بيها الشوربه بتاعتنا. تقدري تعملي الكميه اللي انت عايزاها، وممكن تعينيها في التلاجة وتبيتها عندك، مش طعمها مش هيغير ولا اي حاجه في الدنيا. واي نوع سمنه يا حلوين. شوف، هنفضل نقلب كده لغايه ما اللحمه ايه، بس على نار هاديه عشان اللحمه ما تفقدش كل السوائل اللي فيها. على نار عاليه زي ما انا بقول. وبعد كده ايه، هنقلبها تقلبتين كده. هنعمل معانا النهارده شويه شوربه، وهنعمل جنبهم شويه بسله، حاجه يعني غدوه جميله جدا جدا جدا. زي ما انتوا شفتوا كده يا حلوين. هنفضل نقلب كده لغايه بتديلنا درجه كده كانها اتحمرت. معلقه السمنه دي مش هتعمل دهون ولا اي حاجه في الدنيا، بالعكس تدينا شويه شوربه، حاجه جامده جدا. زي ما انتوا شايفين، جزرايه والبصل واللورا وحوالي 3 4 فصوص حبهان وطماطميه واحده. هنسيبهم دقيقتين كده على النار، وبعد كده هننزل بالميه المغليه. لازم يا حلوين تكون الميه مغليه عشان اللحمه ما تشدش معانا. شوفوا بقى احنا هنعمل ايه يا حلوين، هنغطيها بشويه ميه صغيرين كده. عفوا. وهنسيبها بقى تغلى غلوتين كده لغايه ما تديلنا درجه الشوربه الجميله جدا. وبعد كده زوديها براحتك بقى، لكن ما تكتريش ميه وهي لسه مستوتش. الوصفه دي سهله وبسيطه، بتخلي الشوربه طعمها جميل جدا، خصوصا لو بات معاك الاكل بتلاقي الشوربه طعمها جميل جدا. بعد كده يا حلوين تعالوا بقى نعمل شويه بسله. دي بصلايه حلوين مفرومه، ومعاها فصين 3 توم. معلش الفيديو قطع مني ما جبتش البصله، لكن دي حوالي بصله وسط كده مفرومه وفصين توم. هنقلبهم مع بعض كده بنص معلقه سمنه صغيره. احنا بنطبخ بالسمنه بقى يا حلوين، انتوا عارفين ان الزيت غلي، فمفيش مانع ان انت تحط السمنه جنبك في الاكل بس بكميات قليله. بعد كده يا حلوين هنحط لها شويه توم باودر وشويه بابريكا وشويه بصل باودر وشويه فلفل اسود، وهنحمصهم كده مع البصلايه والتومه، ريحتهم بجد وهم. هنعمل ايه بقى يا حلوين؟ بيبقى عندنا البسله بالجزر، طبعا احنا مفرزينها في الفريزر. انتوا عارفين ان احنا بنفرز البسله مع الجزر، لكن ما بيبقاش معاهم البطاطس لانه بيسود. هتجيبي الكميه اللي انت عايزاها وتقطعي عليها بطاطسيه او اتنين حسب الكميه، مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وبيبقى معاكي احلى بسله في دقايق. بنعمل ايه بقى يا حلوين؟ بنقلب كل ده كده مع بعضه مع ميكس البهارات اللي احنا حطيناه مع الثوم والبصل اللي في الاول، بجد ريحتها جميله جدا. ممكن تنزلوا بقى بشويه شوربه، وممكن تنزلوا بالصلصه على طول، بس الصلصه يعني خلوها خفيفه يا حلوين عشان ما تبقاش متعبه معاكم على الاكل. ده الملح بتاعنا، وهنحط حتتين لحمه كده معانا كده بعد ما اللحمه تستوي كده، نرجلش بيهم البسله. وممكن تقطعوها مكعبات وتعملوها وجبه غدا منفصله بدون لحمه شوربه يا جماعه، ليه لا يعني. بعد كده يا حلوين هنقلبها كده زي ما انتوا شفتوا تقلبتين حلوين كده، وهننزل عليها بقى بالصلصه بتاعتنا. زي ما قلت لكم الصلصه ما تبقاش تقيله زي ما انتوا شايفين كده، وممكن لو تقلت معاكم شويه ممكن تزوديها شويه شوربه. احنا سيبنا اللحمه تعيش حياتها، خدنا بس قطعتين لحمه كده بعد ما استوت. للبسله اللحمه فيها هنا تقريبا يا دوب كده نص سوا عشان هتكمل في البسله زي ما انتوا شفتوا كده. وتعملي جنبهم شويه رز شعريه او رز ابيض، بجد اكله جميله جدا واقتصاديه. ويا جماعه، لا على فكره الاكل ده ممكن ما شاء الله يعني يكفي معاك يوم او اتنين، فبيتعين الباقي في التلاجة مش بتفرق. طلع شويه شوربه جامدين. شوفوا انا عملت رز بشعريه وجنبه البسله اهي باللحمه. والله يا جماعه اكله جميله جدا، وانا حقيقي بعشق البسله. حاولوا تجربوا الاكله دي، وزي ما قلت لكم كده ممكن ما تعملوش شوربه وتاخدوا اللحمه تقطعوها قطع مكعبه صغيره، ويبقى الغدا النهارده رز وبسله باللحمه. وممكن تعملوا جنبهم شويه شوربه زي ما انا عملت كده. خلونا اوريكم درجه الشوربه. شايفين يا حلوين؟ حطيتوا اللايك ولا لا؟
شويه شوربه جامدين اهم، يلا حطوا لنا عليهم اللايك كده، وعملنا فيهم لسان عصفور. شفتوا درجه الشوربه؟ ولو بربع كيلو يا حلوين برضو بنفس الطريقه هيطلع معاكي احلى شويه شوربه. يبقى احنا النهارده عملنا كده احلى وصفتين مع بعض، ولون الشوربه زي ما انتم شايفين. يا رب تكون الوصفه عجبتكم يا حلوين.